السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور هيكل من إنشاء كورسين. هشرح دلوقتي برنامج صناعة الفيروسات. طبعا البرنامج كله من برمجتي. أول حاجة نفتح البرنامج. برنامج سلس كده. طبعا عندنا جبت شوية أكواد بس هما مش كتير بس المشكلة في الموضوع ان هو الأكواد الكتير بتاخد وقت، فأنا هنزل الإصدار دوت كإصدار تجريبي كده، وبقية الأكواد هعمل فروم كام فروم تانيين، وبقى بالتالي بقى في أكواد كتير. زي ما انتم شايفين كده. طبعا مثلا محتاج فتح جوجل او غير انت الموقع، تتك عليها مثلا وبتغير السايت دوت، تكتب حاجة اللي انت عايز تفتحها بدل جوجل دي. طبعا ده الفيروس اهوت، هو ده الفيروس. وبالتكة طبعا ممكن تاخد سيف تكست، بسيفها في تكست، ممكن تاخد كوبي تكست. لو عايزين نحفظه الفيروس بنتك سيف از دوت بي اي تي، بصيغة بي اي تي. تكتب اسم الفيروس. تمام. زي ما شايفين هو ده الفيروس. طبعا انا لو فتحته هيقول انه هيتم ايه عملية اللي هي ايه التلغيم. طبعا متشفر. طبعا زي ما تشوفين بتبقى كده شغال. طبعا الفيروس متشفر. في بردك بعدين بتتك عايز فيروس تاني، بتتك كلير تكست بوكس. طبعا دي بتبقى اساسية موجودة في نوع الفيروسات اللي حاططها. زي ما شايفين مش مكشوف. طبعا قتل البروسيسور مثلا، خلط بين عدة الملفات، تعمل كده وتحفظ بردك تك سيف از كده. تغيير الوقت، وتكتب هنا الوقت اللي انت عايزه. تعطيل المهام. تمام. قفل الفارة، تعطيل تحديث الويندوز، مسح كل الملفات اللي هي بصيغة النوت باد، قفل الكيبورد والماوس. تمام. دوت كان شرح النهارده كده، برنامج سهل جدا. طبعا هنا البرنامج دي طبعا ايميلي، ده دكتور هيكل اللي هو انا يعني. ده الاصدار التاني. طبعا فيسبوك تك عليها تديك صفحتنا على طول، صفحة الجروب بتاع التيم. تمام. ده كان حاجة كده، برنامج صغير. استنوا الزر الجاي هيبقى كله اكواد جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.